بسم الله الرحمن الرحيم. الجماعة دي اسمها ايه؟ لولو محمد. لولو محمد برضو عملت فيديو عن اكل رجول الفراخ والتوفير، وانا معرفش هي بتروج لايه. لولو محمد دي يا جماعة شقتها زي الفل، وكل فيديوهاتها في العربيات حاطة ميك اب بس بالشيء الفلاني اللي بتقولك انا باكل رجول فراخ. ادي اهي. شايفين الشقة عاملة ازاي؟ شايفين؟ صح؟ رجول دجاج. ماشي. بتروجي لايه يا حبيبتي؟ انت بتروجي ايه؟ ان الشعب مش لاقي ياكل؟ ادي اللي بياكلوا رجول فراخ عايشين في شقق زي القصور. شوف اللي بعده. شوف اللي بعده. ده كمان الست دي اسمها ايه؟ اتفضلي. حضرتك برضو دي شقتها زي الفل. تاني. الاستاذ محمود هليل برضو هجيبه لكم تاني هنا. ثواني. محمود هليل رجول فراخ. بس. يعني انا بس عايزه اقول كل الناس خشوا حضراتكم. هو الاستاذ محمود هليل واللي اسمها لولو محمد، وفي حد كمان انا مش فاكره اسمه. انا جبت لكم كده اتنين. في الفيديو البث المباشر عرضت الاستاذ محمود هليل في الفيديو بتاعه. شوف شقته عامله ازاي، ما شاء الله، الله اكبر مش حسد. شوفوا مدام لولو محمد دي، الله اكبر اللهم لا حسد. شقتها عامله ازاي، اللي بتقول لك انا باكل رجول فراخ. انتوا بتروجوا لايه؟ بتروجوا ان احنا بنشحت يعني؟ ماشي. متشكرين. طب اللي بيشحت ده بيروح يجهز بنته ب 300 400 الف جنيه ليه؟ طب ما نخلينا بقى ناس عمليين شويه. ها. وناخد فلوس الجهاز دي، جزء منها نعمله جهاز، والجزء التاني نستثمره في اي حاجه. احنا شعب استهلاكي، احنا عندنا نزيف استهلاك. انا واحده من الناس حصل لي موقف مع واحده جايه تخبط على بابي، تقول لي افتحي. قلت لها خير اللهم اجعله خير. انا خفت. قالت لي انا عايزه فلوس اجيب طقم جرانيت، انا بجهز بنتي جايه لابسه لبس حياه ولادي زي الفل. قلت لها عايزه طقم جرانيت بكام؟ كان ايامها مش عارفه ب 2000 ولا ب 2000، ما اعرفش. ايامها كان ب 2000. قالت انا عايزه 2000 جنيه. انتي بتخبطي على باب بيتي عايزه تشحتي تمن طقم جرانيت، هو اصلا مش في بيتي. قلت لها تصدقي وتؤمني بالله الجرانيت ده يا اختي انا ما اعرفه. وطقم السيراميك والجرانيت اللي انت ما عندي، انا متجوزه. ابويا جاب لي طقم، هو طقم الومنيوم وطقم ستانلس وحلتين تيفال. ادي اللي جالي يا اختي في جهازي، ومن بعدهم ما جبتش حاجه. ومتجوزه بقالي 20 سنه متجوزه، انا بقالي 20 سنه متجوزه. تمام. ما تمشوا على قدكم. جرانيت ايه؟ جرانيت ايه وسيراميك ايه وتيفال ايه؟ ما تمشوا على قدكم. تروحي تمضي ايصالات امانه عشان خاطر تدخلي السجن عشان تجهزي بنتك وتجوز ان شاء الله معانا اتجوزي قعديها وليها وشغليها وهتدخل فلوس. وفي ايه؟ ما نمشي على قدنا ونمشي بالراحه. احنا في طريقنا. المبذرين والمسرفين اخوان الشياطين. نلم ايدينا شويه في حوار الجهاز ده بالذات، لان كل الاجهزه دي مش بتستعمل. وكل الرفايع اللي بتسف الفلوس دي في الاخر بتحطوها تحت السراير وما بتلاقوش مكان تحطوه في ايه. نمشي واحده واحده. بلاش الاوفر في الاستهلاك. نبدل اللمب بتاعت الشوارع، نبدل لمب البلكونات بتاع الطاقه الشمسيه. نوفر شويه في النت. نوفر شويه في التليفونات الغاليه لحد ما الازمه تعدي. اللي بيشرب علبه سجاير يشرب علبه واحده، علبتين يشرب علبه واحده لحد ما الازمه تعدي ولحد ما البلد تقف على رجليها. احنا مش بنقول لكم ان احنا راضيين عن الغلا،